السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كي بقيتو؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. كنشكر الناس اللي كتضامن مع الفيديوهات ديالي، شكرا لكم بزاف. وكان نجيب لكم ديما الجديد. اليوم جبت لكم واحد العجينه اللي هي زوينه. العجينه كتليق للقرص وكتليق حتى للشهده، كتجي مقطنه وخفيفه. كما كتشوفوا هادو هما المقادير. نبداو بسم الله على بركه الله بالمقادير ان شاء الله. عندنا واحد كاس ديال الدقيق، كاس ديال الزيت، العنبه بحال كاس سنيده. عندنا واحد 2 كيسان ديال الحليب يكون دافي، 2 معلقات ديال الخميره ديال الدار، 2 معلقات ديال النافع وحبه حلاوه، 3 ديال البيضات، وواحد صفر البيض كنحيدوه باش ندهنوهم ان شاء الله مع القهوه سريعه الذوبان. وعندنا واحد خماره والزا ديال الزهر، او اللي ما عندوش النكهه ديال الزهر يمكن له يدير الماء زهر عادي، يدير 2 معلقات ديال الماء زهر. عندنا قبيصه ديال الملح والدقيق من 800 غرام حتى الكيلو على حسب العجين، باش تجي شويه العجينه خفيفه، تكون يعني مرخوفه شويه. نبداو بسم الله بالمقادير الاولى ان شاء الله. غنشدوا الخلاط، غنديروا فيه كاع السوائل. غنديروا الحليب، 2 كيسان ديال الحليب كما قلت لكم يكون دافي. نديروا ان شاء الله عاوتاني سنيده والزيت والخميره. هذه الخميره ديال الدار 2 معلقات كبار، و2 بيضات وبياض البيض، كاس ديال الدقيق، ونديروا الخماره والنكهه ديال الزهر. وكما قلت لكم اللي ما عندوش النكهه ديال الزهر يمكن له يدير 2 معالق ديال ماء الزهر. وغنطحنوهم ان شاء الله مزيان. وبالنسبه للنافع وحبه حلاوه اللي ما بغاش يديروا في الاول، على حسب لا بغيتو ديروها عجينه ديال الشهده ما ديرولاش حبه حلاوه والنافع. نطحنوا المقادير، خليوها طحنوها مزيان باش هذيك الخميره كتفاعل مع الخليط. دابا ان شاء الله غادي نكبوها في واحد بانيو او بول او لا، نخليوها تخمر واحد شويه، عاد نديروا ليها الملحه وحبه حلاوه والنافع والدقيق. ان شاء الله غادي نكبو داك، انا يعني درت داك 800 غرام، 800 غرام وزدت يعني باش كملت الكيلو. انا هزات ليا كيلو وجات العجينه مرخوفه ومقطنه. يمكن لكم تعجنوها بيديكم من الاول يعني بلا ما تخدموا سباتيل. هذه هي العجينه من بعد ما عجنتها كتكون خفيفه انت كي كتشوفي، باش ما يجيوش مدقسين. غندهنوها بشويه ديال الزيت ونغطيوها ونخليوها تخمر شويه. عاود من بعد ما كتخمر كنكورها كويرات، نتوما وعلى قياسكم، بغيتو كويرات صغار بغيتو ديروهم كبار، كل واحد وكيدير القياس اللي بغا. غندهن يديا شويه بالزيت ونبقى نقطع قياس الكره اللي بغيتها غادي نديرها، وكنبعدهم شويه باش ما كيتلصقوش، باش من كيخمروا ما كتلصقناش وحده مع وحده. من بعد ما كيخمروا شويه كنبركو عليهم هي شويه، ما نقرصوهمش بزاف حتى كيلصقوا مع القصديره، هي واحد شويه باش ما كيجيوش طالعين بزاف. وندهنوهم بشويه ديال النسكافي وداك صفار بيضه اللي خليناه في الاول. ندهنوا لهم جنيبات مزيان باش ما كيبقاوش بويض، من كنطيبوهم ما كيبقاوناش جناب بويض بزاف. كنرشوهم بشويه ديال الزرارع اللي هو الزنجلان من الوجه ديالهم، وكنكملوا بهذه الطريقه حتى كندهنوهم كاملين، وكنخليوهم عاوتاني حتى كيطلعوا شويه في الخميره. يعني ما كديش ماشي من كندهنوهم كنوليو نديروهم، خصهم يخمروا شويه. وهادو هما القريشلات ديالنا كما كتشوفوا تيجيو محمرين زوينين، شوفوا كيف مفشفشين بحال القطن، يعني كيجيو زوينين ما كيجيوش مدقسين من الداخل. وبالنسبه للطياب على عافيه مهيله باش كيجيكم كلشي طايب، ما كيجيوش جنيبات خضر ولا شي حاجه. هانتوما كتشوفوا كي كيجيو. نتمنى يعجبوكم، نتمنى تدعمونا باللايك. وكانت هذه هي الوصفه ديالنا. بسلامه عليكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.